السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا معاكم من قناه بيتي مملكتي. اللي اول مره يشوف قناتي تشترك في القناه ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو لايك وشير لكل اصحابك عشان نقدر كلنا نستفيد. هنعمل مع بعض طاجن مكرونه حلو قوي مفيد جدا، هيعجب الولاد. مليان قيمه غذائيه، ممكن تحطي فيه كل اللي انت حباه وكل اللي انت عاوزاه. الطاجن ده مكون من ايه او ايه الطريقه؟ دي مكرونه، اي نوع مكرونه عندك. انا مستخدمه المكرونه اللي هي العقل المعوجه دي. استخدمي بقى سباكيتي، استخدمي بنه، عقل صغننه، اي نوع مكرونه موجوده عندك وحابه تعمليه للولاد اعملوا لهم، او اي نوع مكرونه ولادك يكونوا بيحبوه. مستخدمه ايه كمان؟ ده ربع كيلو من الصدق مقطعاه قطع صغيره. خلاص، وعشان خاطر يعني اضيف للطعم اكتر، خلاص كان عندي شريحتين من البسطرمه، خلاص كمان ضفتهم. انت ممكن لو عندك لحمه مفرومه تضيفي، اعمليها بالفراخ هتبقى حلوه جدا. ممكن تضيفي فراخ على بسطرمه هتبقى حلوه. ممكن تعمليها بمشكل جبن بس وفلفل الوان وزيتون وكده، هتبقى برده في منتهى الجمال. اعملي لولادك الموجود والمتاح عندك، هتبقى تحفه. وبدام انت بتعمليها بحب هتطلع اكيد طعمها جميل ومختلف. خلاص تمام. ايه الخضار اللي انا هضيفه لها؟ ده فلفل اصفر، خلاص فلفل اصفر وفلفل احمر وزيتون. عندك فلفل اخضر حطي، عندك لو بتحبوا الحاجه سبايسي حط لها فلفل حامي. خلاص حط لها هوت صوص، حطي شطه، حطي الحاجه اللي ولادك بيحبوها. دول 3 معالق من الصلصه. خلاص ما عندكيش صلصه ممكن تاخدي بوريه طماطم خلاص متسبك، ممكن تستخدميه عادي الموجود والمتاح. وده مشكل جبن رومي على جبنه رومي على جبنه موتزاريلا. اي نوع جبنه عندك ممكن تضيفي لها مثلثات، ممكن تضيفي لها فيتا، الموجود والمتاح عندك اعمليه. خلاص تمام. هنعمل لها كمان صوص، الصوص اللي هو الصوص الابيض هوريه لكم دلوقتي. بس الاول نبتدي نحط الخضار بتاعنا على النار عشان يتشوح ويدينا ريحه دخنه حلوه كده، والصدق بتاعي يستوى بحيث ان انا كل حاجتي تكون مستويه، ما تاخدش مني وقت في الفرن. خلاص تمام. خلاص انا بجيب التصوير بعيد عن البوتاجاز عشان الاضاءه عندي هناك ضعيفه، سامحوني شويه هظبط الاضاءه وبعد كده هنصور عند البوتاجاز. بصور لكم هنا على الرخام بتاعتي. خلاص هحط فيها معلقتين من الزيت. ممكن تستخدمي زيت زيتون، ممكن تستخدمي زبده، ممكن تستخدمي اي حاجه، بس انا عشان الصدق بتاعي فيه دهون خلاص تمام، فانا اخترت الزيت بحيث ان انا اقلل من الدهون للولاد وتبقى يعني ايه اقل دسم. خلاص ممكن كمان الناس اللي بتعمل دايت هتبقى المكرونه دي حلوه جدا. ما تحطيش جبنه رومي. خلاص استخدمي صباعين صدق مع حبه مكرونه صغيرين مع شريحه بسطرمه، فلفل، حطي فلفل ياما وزيتون ياما، كل دوت هيبقى مفيد جدا. خلاص هنزل بالصدق بتاعي في الطاسه وهروح اشوحه خلاص على النار، وهرجع اوريهولكم تاني هيكون شكله عامل ازاي. الصدق بتاعي بيتشوح على النار. تعالوا نعمل مع بعض الصوص اللي احنا هنحطه على المكرونه عشان يدينا طعم ويخليها غنيه. يبقى احنا عندنا فوائد المكرونه، فيها خضار، فيها بروتين، فيها كالسيوم، فيها كل حاجه هتفيد ولادنا. مكون او عباره عن ايه؟ معلقتين من الدقيق، كوبايه من الحليب كامل الدسم او خالي الدسم لو هتعمليها دايت، بس لازم يكون نوع الحليب اللي هتعملي بيه الصوص يكون حلو، او تضيفي لها لو عندك كريمه لباني حطي كريمه، عندك قشطه لبن حط لها، عندك كريمه طهي حط لها عشان يديها طعم دسم. طيب ايه كمان الحاجه اللي هتديني قوام كريمي وفي نفس الوقت طعم حلو وهتخلي الصوص بتاعي يبقى متماسك؟ دي كوبايه من ميه المكرونه. ايه ميه مكرونه؟ ايوه الميه اللي سلقتي فيها المكرونه هاخد منها كوبايه. بصوا شكلها بيكون عامل ازاي الكوبايه بتاعت ميه المكرونه دي. كلها الفوائد، النشا اللي نزل من المكرونه موجود فيها. خلاص تمام. الفايده اللي فيها جميله جدا. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الكوبايه بتاعت ميه المكرونه دي، مش هحطها كلها يعني، هسيب فيها حبه ايه صغيرين يعني بق صغنن كده. خلاص هاخد الجزء دوت. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه بميه المكرونه اللي احنا سبناها. احط عليها كوبايه من الحليب. بصوا الحليب لازم يكون دسم عشان تطلع معاكم الصوص حلو، يعني ممكن تحطي كميه صغيره بس طعمها حلو احسن ما تحطي كميه لبن كبيره بس ملهاش فايده. خلاص واحط المعلقتين الكبار من الدقيق وهبتدي اقلب الصوص ده مع بعض. خلاص انا بقى لو انت بنتي لو ما عندكيش ميه مكرونه، لو اوريدي يعني المكرونه بتاعتك كانت مسلوقه قبل كده وانت عايزه تعمليها، هتعملي ايه؟
هتضيفي معلقتين من الدقيق ومعلقه من النشا، معلقتين من الدقيق ومعلقه من النشا هيديكي نفس القوام الكريمي اللي انا عاوزاه. هضيف الملح بتاعي خلاص، وهحط فلفل اسمر، وهحط مكعب من المرقه. مكعب المرقه دوت، او ممكن احط نص مكعب المرقه، مش هحطه كله واسيب النص التاني احطه في الصوص في الحشوه اللي احنا عملناها اهو. نص مكعب من المرقه، وهبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض. ادوب الدقيق بتاعي كويس جدا قبل ما ارفعه على النار. ادوب الدقيق بتاعي ده كويس جدا قبل ما ارفعه على النار عشان يديني قوام كريمي. احطه على نار هاديه، ايدي فيه طول ما هو على النار عشان ما يعملش اي تكتلات، وفي نفس الوقت يديني القوام الكريمي اللي انا عاوزاه. خلاص دلوقتي ادي الصدق بتاعي انا شوحته، هنزل عليه بكل الخضار الموجود عندي، وهنزل بالبسطرمه كمان في نفس الوقت اللي هنزل فيه الخضار، لان البسطرمه ما بتاخدش سوا ياما. خلاص تمام. دلوقتي في الخطوه دي هبتدي احط بقيه مكعب المرقه بتاعي اللي انا كنت سايباه. احط الملح، الفلفل الاسمر بتاعي خلاص، وهروح على النار هدي كل الخضار ده تشويحه مع بعضه، ياخد ويدي من بعض، ويبقى شارب من التدخينه بتاعت الصدق وبتاعت البسطرمه. حبايبي بصوا دلوقتي حبايبي الخضار بتاعي كله اتشوح خلاص. انا ضفت له فلفل اخضر عشان اكسر اللون الاحمر والاصفر والالوان بتاعته، عشان اكسرها رحت ضايفه له قرن فلفل اخضر خلاص تمام عشان اكسر اللون. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح نازله ب3 معالق الصلصه اللي معايا خلاص اهو. هقلب بقى كده بالصلصه تمام. كنت قايله لكم نسيب حبه من ميه المكرونه، هضيفها على الخليط دوت خلاص، هضيفها على الخليط دوت. ليه بقى ضفت حبه ميه المكرونه دول؟ هما تقريبا يعني بتوع معلقتين، عشان خاطر الصلصه بتاعتي تفك خلاص، تعمل زي صوص كده. يعني بصوا الصوص اللي نازل الصلصه، صوص الصلصه اللي نازل دوت باين لكم اهوت. بصوا الصوص دوت المكرونه تشربه فيدي طعم حلو، يدي طعم حلو. خلاص هرجعه بقى على النار تقليبه بس كده، افك الصلصه على النار خلاص تقليبه واحده، وهرجع لكم على طول. خلاص يا حبايبي ادي الحشوه بتاعتي خلاص. بصوا يعني الريحه تحفه، الفلفل مع البسطرمه مع الصدق مع الزيتون مع الصلصه عاملين ريحه وهميه بجد، الريحه وهميه 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 في منتهى الجمال. ادي كمان الصوص بتاعي، بصوا الصوص الكريمي اللي انا عاملاه شكله عامل ازاي، مفيش اي تكتلات مفيش اي حاجه خالص، الصوص تحفه. هسيب الصوص دلوقتي بقى على جنب. الطاجن بتاعي خلاص هحط فيه كميه من المكرونه خلاص. هم غالبا الطاجن بتاعي اخد النص كيلو، ده نص كيلو، كيس نص كيلو من المكرونه خلاص. هنزل عليه بالحشوه. لو انت حاسه ان الحشوه ياما ممكن تشيلي، يعني ما تنزلهاش كلها، خير الامور الوسط. يعني الحاجه كل حاجه في الوسط بتبقى حلوه خلاص. لا الحشوه الياما بتبقى لذيذه ولا الحشوه القليله بتبقى لذيذه. يعني ممكن لو الحشوه ياما اسيب منها حبه نعمل بيها حاجه تانية هتبقى جميله جدا خلاص. الحشوه دي اصلا انت اصلا لو سبتيها اتسبكت، سبت الحشوه دي اتسبكت وحشيتيها في الكريب اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو هسيب له الفيديو في صندوق الوصف، هتبقى عظمه يعني اهو كده. انا شايفه ان الحشوه كده يعني مناسبه خلاص. تعمليها سندوتشات للولاد تبقى جميله قوي خلاص.
هاجي بقى دلوقتي بعد ما قلبت الحشو مع المكرونه كويس ودمجتها كلها مع بعض، هنزل بالصوص الكريمي اللي انا عاملاه. بصوا شايفين الصوص نزل عامل ازاي؟ لا فيه اي تكتلات، الميه المنيشه دي عطشاله طعم وقوام حلو جدا. خلاص حاجه كده يعني بجد تحفه. افرد بقى الصوص بتاعي ده على وش المكرونه كده. اهم حاجه بس انضف الحروف بتاعه الطاجن دي عشان لما تخش النار ما تتحرقش. اهو هبتدي بس اهز الطاجن بتاعي كده بحيث ان الصوص الابيض ده كمان ينزل يتوغل جوه المكرونه وتروح بقى في حته تانية خالص يعني. بس هو ده اللي انا عاوزاه. همسح بس الحروف بتاعه الطاجن. انزل بقى بالجبنه الرومي والموزاريلا اهو. بكده اكون خلصت الطاجن بتاعي. احطه في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. هيقعد له تلت ساعه مولعه تحت. خلاص عشان لحد ما المكرونه بتاعتي تتسبك، ولازم يكون في الرف في النص، ما اقربهاش عشان ما تتلسعش من تحت. خلاص وولع عليها الشوايه لحد ما الجبنه بتاعتي تسيح وتاخد لون وتبقى في منتهى الجمال. بعد ما تطلع من الفرن هوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. ودلوقتي خلاص يا حبايبي انا طلعت طاجن المكرونه بتاعي من الفرن. عايزه اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. بصوا المنظر، واو تحفه تحفه. الريحه رهيبه اصلا، الريحه حلوه جدا اهو باين كده، الريحه رهيبه. بصوا المنظر، بصوا منظر الجبنه وهي سايحه. مكرونه شربت من الصوص الابيض، شربت من الصلصه، ريحتها حلوه جدا جدا جدا، ريحتها في منتهى الجمال. شكلها كله شارب من بعضه، طعمها مختلف بجد. هتفيد الولاد جدا، مليانه فوائد زي ما قلت لكم. فيها البروتين وفيها الكالسيوم وفيها الخضار اللي هيفيد ولادنا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، كانت سهله ليكم وسهله لولادكم، ويا رب تعملوها وتعجبكم. مش عايزه افكرك لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس ومشاركه القناه على الكل اول عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.